طبعا هشيلها خالص. وشايفين ما شاء الله الزيتون جميل جدا. واسمه ايه انا مش فاكره بصراحه، هو ده مش زيتون كلاماتا، ده نوع كده حلو قوي بس مش فاكراه. طبعا انا غسلته كويس قوي، وبعد ما غسلته جبته وجيت كده هننزل عليه بحوالي نص كيلو من الملح الرشيدي. ولو مش متوفر عندك ملح رشيدي استخدمي ملح ناعم عادي مفيش مشكله. المهم الملح ده هحاول اغطي بيه الزيتون كله كده، واغلف بيه الزيتون، وكل زيتونه تكون متغلفه بالملح. معايا ولا ايه؟ بصوا اهو. هبدأ بقى ايه، هقلبه كده شمال يمين من كل الاتجاهات، بحيث زي ما قلت لكم ان عايزه الزيتونه كلها تتغلف بالملح. وبعد ما خلصت كده الكميه كلها زي ما انتم شايفين، هجيب بقى كده ايه، تجيبي شكاره كده من بتاع الرز البسمتي اللي هي الخيش دي. ولو مش متوفره عندك هاتي زي ما انا جبت كده كيس من الاكياس الخداديه بتاعه السرير، تمام. وطبعا حاولي تبقي تستغنى عنها، انا كده كده